انا ان شاء الله غنتحجب باذن الا بغى الله. سمعتي؟ لان اولا انا الصلاه والعباده الحمد لله. شوف جاوبك المؤذن بغاني ربي نحبس. اذا الاذان وقلتي بغيتي تحجبي من بعد؟ لا انا متحجبه اصلا في قلبي، يعني الحجاب ماشي هو الدره. نعم. واخا عندك الطابع ديال الصلاه هنايا. انا كنت كنتمنى كنشوف شي راجل جميل هكا واستغفر الله من الفوق، يعني كنت كنشوف بطريقه ربانيه، كنقول يا سبحان الله كيف جا هذاك الدينار مثلا في هذا جمع السجود. تنتمنى لك الصحه والعافيه. الله يبارك فيك وتنشكرك وعجبني الحال بزاف عاد اللي تحاورت معاكم. وتسلم عليك واحد الاخت ديالي سميتها بشرى سميح، وتنسلموا على الاخت ديالك وكل المحبين ديالنا نعيمه. برعاني مزيانه شي غريبه يكون نعيم سميح مبارك الله الشام. واللي بغيت نقول لكم الله يخلي لكم الصحه والسلامه على جميع المغاربه والمسلمين. دائما الكلمه كانت الوالد الله يرحمه، وانا كنت ما كنتمنى ما تقلقش رشيده اختي، انا كنت عزيزه بزاف على الوالد. كنت مو مدعي ليه بصراحه، وكان تيخاف عليا بزاف، وتيقول لك الغناء ما حرام وبزاف الامور. يعني كانت يوم الجمعه كانت يدوز علينا لا حول ولا قوه الا بالله. نعم. زعما ولكن كاين حاجه. اغنيه غنيتي الفنانه نعيمه؟ هي عندها جوج العناوين، نواره او نونيا كحل العيون، الاستاذ محمد بن عبد السلام. نواره. الحاجه جات خصوصا هي معنا باش تغني ليها نعيمه سميح انا ديني دين الله. انت الحاجه خليها هي تجي هنا باش تبقى الدور. هي جايه عندك. لا الحاجه شوف باش تشوفكم الناس. شوف لي اجي جلسي هنا دابا تاخذي البلاصه نعيمه سميح باش تغني لك. نعيمه اجي هنا تفضلي معنا هنا. اجي الحاجه كلمه واحده وتمشي تغني لان الوقت قرب يسالي ديال المسرح. هذا الصمت راه غناء بوحدو. الحاجه شي كلمه للبنيه ديالك ولا البنات ديالك، الله يخليك كاع وليداتك. شي كلمه بالميكروفون. عمرك ما حصلتي في الميكروفون حتى هذه المره؟ باش شوفي نعيمه مسكينه شحال دوزات مع الميكروفون والغنى. خليها الميكروفون قريب لك وشوفي في هذاك السيد هذاك الشاب وقلنا شي كلمه. الله يجازيك بخير. وسيدي عتيق تنشكرك على هذا البرنامج، الله يخليك لينا. برنامج كيفرح الحمد لله. ونعيمه راه هي بنتكم واختكم وكتعزوها اكثر مني. نعم. الله يفرشها بالرضا ويغطيها بالرضا. الله يفرش. هذه تغني لنا اختي نعيمه. الله يفرشها بالرضا ويغطيها بالرضا ويخلي لها شمشي ان شاء الله ويكون من حقها ويصيفطها للحج كي صيفطاتني ويصيفطها للعمرات كي صيفطاتني ويتهرى فيها كي مهليه فيا وعزاني وعز عائلتها وعز خوتها. الله يرضي عليها ويرضي على وليدات الجامع. الله يصلح الجامع ويحفظ الجامع ويحفظ بلادنا ويحفظ وليداتنا جميعا ويحفظ مليكنا يا ربي يا رب العالمين. هذيك الالبوم كانت بالنسبه ليا مع شمس الدين بدايه، يعني هو كانت امنيتي تيقول لك ماما انا امنيتي نغني معك ولو طرف من اغنيه من اغانيك القديمه ولا. فانا لبيت له هذا الرغبه، قلت له هذا الشيء اللي بغيتي جات كاسي شمس تغني مع ماما. ربي يخليكم. غريب هو ان من قبل قليل قبل صغير قال لي تكلمت معاه. انا كانت استاذ بشي شخصيات فنانين كبار منهم المرحوم فريد شوقي ومحمود عبد العزيز. هو اللي قال لي هذيك السيده عندكم في المغرب يعني يصير لغز. فانا كنشوف حتى شمس قال لك صدات يعني انجاز البوم القطعه ديالك غادي يغنيها. شنو الشعور ديالك وغادي يغني القطعه ديالك؟ دابا الحاجه الوحيده اللي تتوقع الشمس كلكم ولادي ماشي غير هو. وهو كيخجل ما كيعطيش الصوت ديالو كله، وانا دائما تنقول له خذ الفن
الا كنت بغيتي يا ولدي الفن تبعو كيف تبعات الوالده الله يعاونو، ولا تبع دراسته. المهم هادو جوج ميادين، ولكن الدراسه تتبقى هي الاولى، واخا هو راه شفتو باغي غير الفن. إذا الله يوفقكم. امين، يوفق الجميع. نعيمة سميح، طول عمرك وشكرا سيدي. على قبولكم الاستضافة. قلت واحد القضيه، انا بديت كانت عندي 16 سنه، كان واحد العرس عندنا فين زعما الدر فين تنسكنوا، وسي الحاج كان مع فرقه وهذا، وطلبته باش نغني في هذاك العرس. عقلتي يا سي الحاج؟ عقلتي؟ انا يشرفني صاحب العزف. كنزاوق فيه باش نغني، كنزاوق. الله يحفظك. كنقول لي راه الصوت واخا صغير زوين، والله الا غنعجبك. شكرا. والان سميح التي يتجاوز عمرها الفني ما يقارب 5 عقود اسما راسخا في الفن المغربي الأصيل. رغم شهرتها ومكانتها وكل ما بلغته من مجد، ظلت نعيمة سميح وفية لأصولها وابنة الشعب البسيطة، وهو ما زاد من حب الجمهور والمغاربة لها. عرف على نعيمة سميح عن قرب روحها الطيبة وتواضعها وبساطتها، وتوارت نعيمة سميح عن الأضواء منذ سنوات، لكنها ظلت تسكن قلوب المغاربة بكل بقاع العالم. تتميز نعيمة سميح ببحة صوتها وبتلون مخرج الحرف بشكل طوعي وطبيعي. نعيمة سميح تعتبر ابنة شعب، ابنة درب السلطان، ازدادت وترعرعت في أحياء منطقة درب السلطان. امتهنت مهنة الحلاقة، وهي في نفس الوقت كانت تغني الطرب. عرفت أو اشتهرت وخلدت أغنيتها يا كجرحي جريت جريت، وبالفعل كانت جرحها وكان مرضها يعني دائم مع يعني مزمن. عانت وكابدت وقاومت المرض لسنوات وسنوات، واليوم كان الموعد مع القدر، وسلمت الروح إلى بارئها عن سن ربما 71 سنة. إذا نعيمة سميح بين يدي الرحمن في هذه الأثناء. إن لله وإنا إليه راجعون. مرة أخرى نتقدم بتعازينا الحارة إلى كافة الشعب المغربي وإلى أسرتها الفنية وأسرتها الصغيرة. إن لله وإنا إليه راجعون. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. دمتم في رعاية الله.